بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه كما يرضيك ويرضيه، وحببه فينا يا رب وزدنا محبة فيه. اللهم صل على عين الأعيان، نقطة بداية الأكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم وجميع الغموم والأحزان، آمين يا رب العالمين. النهاردة النادي الأهلي كان بيلعب مباراة مع فاركو في الدوري الممتاز، وبصراحة يا جماعة لو حد فاهم فكر كولر يقول لنا كولر هو عايز يعمل ايه بالظبط. يعني مثلا انا لحد النهارده اللهم الا بتاع 5-6 ماتشات في الاول، وبدا كولر يعكنن علينا بصراحه. الاداء بعد ما كان اداء كويس وقلنا واستبشرنا خير وقلنا مدرب فاهم وكويس وعمل اداء 10 على 10، الله اعلم بيتعمد انه يهد الفرقه كل ماتش. يعني كل ماتش تلاقي 3-4 لعيبه او 5 لعيبه غير التشكيل بتاع المباراه اللي فاتت. يعني بأنهي منطق وأنهي عقل يقول لك انك تغير 4-5 لعيبه في تشكيل عن التشكيل وتخليهم يفرقوا عن التشكيل اللي فات بتاع المباراه اللي فاتت؟ طب على امتى ان شاء الله كده هتبني فرقه وتثبت على تشكيل وتعرف تكسب ماتش حتى لو بسكور عالي ولا حاجه؟ بلاش نكسب 1-0 بالعافيه 2-0 بالعافيه والكلام الفاضي ده كله. النهارده كنا هنتخطف في نقطتين كمان، يعني ما كفكش اللي انت عملته الماتش اللي فات وخسرت نقطتين. النهارده جاي عايز تخسر نقطتين تاني، انت مش ثابت على تشكيل معين. النهارده بتغير في خط الدفاع، ماشي ياسر ابراهيم مكان محمد عبد المنعم، وده لسبب محمد عبد المنعم موقوف واخد انذارين، ماشي. طب نيجي لاكرم توفيق، انت بتغير اكرم توفيق على اي اساس؟ بتقعد اكرم توفيق وبتلعب محمد هاني اللي هو ديله اكتر من حوالي بتاع 2-3 ما حطش الكرة في رجله، جاي تلعبه اساس النهارده؟ يعني بأنهي منطق وأنهي عقل؟ هل انت عايز تجرب ولا عايز تعمل تدوير للتشكيل؟ طيب اذا كنت عايز تجرب، انا اجرب لعيب جاي من ركنه على الدكه بقاله فتره، العبه مثلا ربع ساعه، اخر ربع ساعه مثلا، اخر نص ساعه اديله. ما ينفعش يبقى جاي لعيب جاي لي من على الدكه بقاله فتره وانا قاعده بمزاجي وراح اديله ماتش كامل. يا اما يجيله شد عضلي، يا اما يجيله اي اصابه، يا اما الراجل تفتح معاه ولا قدر الله لو فتحت معاه الضم وتصاب في العضله الضم يبقى كل سنه وانت طيب في محمد هاني، فتخسر لعيب. يعني ما ينفعش اجيب لعيب من على الدكه يا جماعه وبقاله فتره راكن مركون على الدكه واجي العبه ماتش كامل، اللهم اخر ربع ساعه لاخر 10 دقايق. يعني بأنهي منطق؟ واللعيب اللي جاهز معايا من اول الدوري ومن بداية ما رجع من الإصابة لحد النهاردة وما شاء الله مأدي أداء برجولة و10 على 10 ومحدش يختلف عليه، ده اللي هو أكرم توفيق اللي عامل أحلى مباريات في الدوري الممتاز. بيجي كولر النهاردة ويقعده طول الماتش وبينزله آخر ربع ساعة على أساس إنه بيجربه أو بيديله حساسية. يعني عمل العكس، اللاعب اللي جاهز بركنه واللاعب اللي جاي من إصابة أو جاي من ركنة على الدكة بيلعبوا طول الماتش. انهي منطق وانهي عقل؟ مش عارف. يعني كولر بيفكر ازاي ما تعرفش. برضه نفس الكلام في خط الوسط المدافع، برضه نفس الكلام. مع مين؟ الماتش اللي فات كان عمرو السولية بيلعب جنب حمدي فتحي. طيب الماتش في النهارده كان حمدي فتحي اللي هو جاهز ونزل الي ديانج اللي هو مش جاهز وخلى الي ديانج يلعب الماتش كامل. يعني مش عارف بيفكر ازاي. الماتش اللي فات بدأ لمحمد مجدي قفشه وكان على يمينه حسين الشحات وعلى شماله محمد شريف. النهارده بدل الدنيا وقلب الدنيا نهائي، خلى محمد مجدي قفشه ثابت وكويس ان هو ما غيروش، وبدأ بكريم فؤاد واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف قاعدوا اللي هم جايبين من الماتش اللي فات، ونزل الاثنين اللي هم ما لعبوش اساسا الماتش اللي فات الا في بضع دقائق او حاجات بسيطه. يعني انا مش عارف افهم وجهه نظره. ما تسيب يا عم التشكيل متنال ب 60 ميل. نفس الكلام برونو سافيو كان احتياطي، لاعب مكانه اللهم صل على النبي شادي حسين
شادي حسين كان بيلعب الماتش اللي فات، النهارده مش موجود بيلعب برونو سافيو. يعني انا مش فاهم عايز يعمل ايه كولر في التشكيل بتاع الاهلي. كل ما الاهلي يتظبط، كل ما التشكيل يتظبط ويبدا اللعيبه تتاقلم، يجي هذا التشكيل مره واحده. طب هو مغير النهارده 6 لعيبه، 6 يعني اكتر من نص الفرقه. انا عمري والله العظيم ما شفت مدرب طول حياتي، بقالي اكتر من حوالي 30 سنه، كم 35 سنه بشجع كوره، اول مره اشوف مدرب بيهد الفرقه ويغير 6 لعيبه عن الماتش اللي فات. 6 لعيبه مره واحده، وهو كان المفروض تغيير او 2 أو 3 بالكتير خالص. لو خرج التشكيل عن 3 لعيبه اتغيروا عن الماتش اللي فات بتلاقي الفرقه هبط. فيا رب يرجع لصوابه ويرجع لدماغه ويعدل التشكيل، امين يا رب، يثبت على تشكيل معين. كمان تعالوا شوفوا يا جماعه، مدرب عاوز يفوز ومحتاج ال3 نقط باي طريقه وبينافس على المركز الاول عشان يفرق عن المركز الثاني بعدد من الاهداف. النهارده كولر بسلامة دماغه بيلعب لاخر في الاخر الدقيقه 70، مش قادر يعمل تغيير ومش قادر يبدا يدفع باي لعيب. يا عم انا عايز اعرف من ساعه ما فرقه يتقدم الهدف او يتعادل او صحح وضعه، لا ده انا بعد كده بقى لازم احس ان المباراه تهرب مني والوقت هيهرب مني والوقت هيعدي وانا مش داري زي ما حصل النهارده. يعني المفروض انا ما افضلش قاعد الدقيقه 70 من غير تغييرات، لا ده انا احاول اهد الدنيا، ولازم ما اطلعش الفرقه اللي قدامي من نص ملعبها نهائي. ضغط متواصل، لازم اجدد دماء الفرقه لازم على الاقل اجدد دماء الفرقه. كل يعني على الاقل من بدايه الشوط الثاني على الاقل، لا انت فضلت بسلامتك قاعد الدقيقه 70 او 75 وجاي بتغير. طب بالله عليك اللاعب اللي هيعمل ايه بالظبط؟ يعني قولوا لي يا جماعه هيعمل ايه بالظبط معاه؟ لا هو اللي هيفرق معاه ولا هو اللي مش حتى مش هيديك ربع الاداء بتاعه، لانك انت ملاعبه في اخر الماتش. عبل ما يتأقلم أو يسخن أو عضلاته تسخن وتتظبط، على الأقل بياخد 10 دقايق ربع ساعة عبل ما يدخل في الفورمة بقى ويحس بزمايله وآدم تاخد على الكورة. كل ده بيستغرق وقت، بياخد وقت كتير. طب بالله عليك اللعيب ده هيديك أنت والنبي، هيديك في الوقت الوضع الضيق. يعني النهارده جت بالصدفة مع محمد شريف، ولولا حسين الشحات النهارده يعتبر من أول لمس بيلعب من بدري، أول لمسة يلمسها يلعب كرة عرضية وتيجي هدف. يعني مش قادرين نوصل لدماغك بالظبط. يا رب تحس بجمهور الأهلي شوية، يا رب تحس بجمهور الأهلي شوية وتخليه بلاش جمهور الأهلي، ما تخليش جمهور الأهلي يكرهك. أنا عموما يا جماعة والله أنا بحب الراجل ده جدا، ولكن مش قادر أفهم وجهة نظره خالص. يعني تفكيره وأسلوبه أنا مش قادر أستوعبه لحد دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.